واهم من ظن أن الزعتر قد يخون روائحه، واهم من خدعه أمله بأن الزيتون قد ينسى غراسه مهما سقي بماء الغرباء. من هنا، من سيدة الأرض، من عمق الإصرار على عروبة الأرض والإنسان، انبعث مشروع تكريم شخصية العام منذ 7 سنوات، دليلاً يجيب كل مساعي الطمس والتشويه، دليلاً يقول للعالم إننا أصل الحكاية، وإن فلسطين باقية، وأبنائها يتألقون إخلاصاً ووفاءً وصدق انتماء. من عمق فلسطين التاريخية انطلقت الفكرة وترعرعت كشجرة تروى بعين العطاء والوعي، لتمتد ثمارها في كل مكان. من الإيمان بأن قضيتنا هي قضية الإنسان أولاً، وبأن الإخلاص للذاكرة يكون ببناء مستقبل أكثر إشراقاً، مستقبل ينصف الجرح بتطبيبه ويداوي النكبات برعاية أجيال تحمل الراية. هكذا انبعثت فكرة تكريم من أجادوا العطاء لشعبهم ولثقافته، فساهموا في رفع مستواه الحضاري والعلمي والفكري والمجتمعي كي يليق بالتحديات. باشرت مؤسسة تكريم شخصية العام عام 2009 مشروعها في تكريم أبناء مجتمعنا من المتميزين الذين برعوا في مجالاتهم، فرسخوا نموذج الفلسطيني المثقف، الفلسطيني الناجح المتميز الباني للحضارة بأرقى وسائلها. صورة حقيقية للوجه الحضاري الوفي لانتمائه، سعى المشرفون على المشروع ترسيخها، مؤكدين في كل عام تشبثهم بإبراز الوجه الصادق لشعب تشبث بهويته وأخلص انتماءه وأجاد حفظ ذاكرته رغم أنف ما تعرض له عقوداً من التهميش والتزييف. حرصت المؤسسة على مدى هذه السنوات على توثيق هذا الوجه لأطباء وأدباء وشعراء وإعلاميين وفنانين في الداخل الفلسطيني ممن رسموا مشهد العطاء والنجاح كما يلي. ثم سعت إلى توسيع دائرة العمل بإيصال هذه الصورة إلى الوطن العربي كافة، سعياً لإعادة هذا العضو المبتور منذ نكبته للالتئام بجسده الحقيقي فلسطينياً وعربياً عبر تكريم شخصيات سياسية، وطنية، فنية، ثقافية من عموم الوطن العربي. المؤسسة تأسست عام 2009. حبيت أعرفكم على هالمؤسسة وعلى الإصدارات وأيضا العناية فيما يتعلق بالدفاع عن الهوية الفلسطينية، عن القضية الفلسطينية بشكل عام. فاسمحوا لي أن أرحب بالدكتور كمال الحسيني، وهو الرئيس التنفيذي لمؤسسة تكريم شخصيات العام في القدس. أهلا ومرحبا بحضرتك. أولا صباح الخير لك ولجميع المشاهدين. فمن القدس سلام إلى عاصمة القلوب، إلى عاصمة القلوب عمان، كل الاحترام، من الناصرة، من الجليل، من الخليل، من جنين، لكم محبة ولكم بصمة أنتم، ولكم إضاءة ولكم طاقة إيجابية. سيدة الأرض سيدتي هي فلسطين بهدوء وبوضوح، كانت تسمى فلسطين وما زالت تسمى فلسطين. نعم. هنا القصة والعبرة. نريد هناك مقولة شهيرة بأن الآباء يموتون والأبناء ينسون. نحن هنا نقول بأن الأبناء والأحفاد لا زالوا يحفظوا فلسطين عن ظهر قلب. وهون القضية اللي بطرحها هو عكس الصورة الحضارية على المجتمع العربي في الداخل الفلسطيني، لأنه من بعد 48 بعد هذه النكبة التي ألمت في شعبنا هناك أصبح هناك فيش أضواء تسلط عليهم، لأنه الخليط والتناقضات التي حتى تظل شعلة فلسطين متقية. ثم حانت قفزة أخرى في هذا المشروع الحضاري عام 2013
باستضافة الفنان العربي التونسي الكبير لطفي بوشناق، والذي وصل إلى القدس مؤمناً أن التواصل مع الفلسطينيين في أرضهم ممن تشبثوا بانتمائهم الصادق هو جزء من النضال الحقيقي. ثم توالت الانطلاقات أيضاً بعدما كرمت المؤسسة شخصيات فنية وسياسية أخرى عام 2014، لكن البصمة الأهم والأبرز سجلت عام 2015 في إعلان فتح أبواب الجامعات التونسية لفلسطينيي الداخل، خطوة أخرى على سبيل ترسيخ الهوية الحقيقية لأبناء فلسطين. وزارة المعارف التونسية، محافظة المعارف التونسية العربية، بأن تستقبل أيضا الطلاب الفلسطينيين وأن تحتضنهم هم في بلدي. أنا أؤمن بالمصير. يعني أنا إن شاء الله لا أخذ حديثك الودي الآن بحيث أن يكون رسمي فيما بعد. حديث رسمي. نعم. وسيبقى متابعة الملف مع للطلاب الداخل الفلسطيني اللي هم الناصرة وحيفا وعكا. أنا البلد مفتوح ونحن مستعدين لتقديم كل ما يمكن أن نقدمه، ولحد ذلك سيكون مبجلين مكرمين. سأتابع ملف من الناحية التقنية. وهكذا تكون تونس هي البلد العربي الوحيد الذي حذا حذو المملكة الأردنية في فتح أبواب جامعاته أمام طلاب الداخل الفلسطيني. في فرع آخر من فروع هذه الشجرة تواصل المؤسسة تكريم أبناء فلسطين في الشتات، منحنية لكل من ثبت النموذج الفلسطيني المحب للحياة ولكل من آزره أيضاً، فبادرت إلى تكريم الدكتور ثائر غضبان نموذجاً لفلسطيني لبنان في حفل مهيب في بيروت، كرم فيه أيضاً الفنان الكبير معين شريف الذي قدم عملين تحية للقدس في إطار زيارة تعد تاريخية للمؤسسة. ثم ها نحن نتابع اليوم تكريم هذا النموذج الفلسطيني وداعميه من شتى بقاع الأرض. هذه المشاهد من العطاء توثق سنوياً في كتاب يجمع سيرة المكرمين، ثم في الموقع الخاص بالمؤسسة والذي نشهد انطلاقته هذه الأيام. وبرغم كل ما واجه المؤسسة بممثليها من عراقيل وتحديات هائلة، إلا أنهم تابعوا مسيرتهم بعزيمة وبإصرار منذ أن تشكلوا نواة عام 2008 إلى أن باتت لهم اليوم لجانهم الممثلة في الوطن العربي وأوروبا. الدكتور كمال الحسيني ابن القدس والرئيس التنفيذي للمؤسسة، الإعلامي رشيد خير ابن دالية الكرمل المدير العام، السيدة رنا بشارة دبيني، الصحفي حسين الشاعر، الخبير الاقتصادي زيد غزاوي، وسعادة القاضي فارس فلاح رئيس هيئة التحكيم الذي رافق مسيرة المؤسسة وساندها في كل خطواتها منذ نشأتها. وها نحن نلتقي الليلة معهم في هذا الحفل من شتى أجزاء الجسد الفلسطيني الممزق بروح واحدة حرة تصر على الحياة والثقافة والحضارة، الحضارة التي تليق بسيدة الأرض. ونكرر ما يقولون للمكرمين: هذا ما منحناكم لقاء ما منحتم شعبكم، لعلنا نفيكم حقكم.